السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ جمهور الزمالك العظيم وجمهور نادي الاهلي العظيم. النهارده يعني حلقة كده لذيذة قوي والله، قعدة كويسة قوي. طبعا بنبارك لجمهور نادي الزمالك على فوز بكاس مصر. النهارده معايا ضيفين اهلاوية، يعني حاجة كده في قمة الشراسة، هياكلوني انا عارف، بس ايه برضه جمهور الزمالك لوحده حملة يعني. معانا النهارده محمد اشرف ومعاذ جمعة. الناس دي زي العسل يا اخواتي. يا موزة يا مشرف، عامل ايه يا اخويا؟ تعالى يا حبيبي اقعد. النهارده يا جماعه هنتكلم على مواضيع كتير قوي والله، هنفتح نفسكم على الكلام وهتضحكوا وهتنبسطوا وهيعجبكم الكلام قوي النهارده. ايه يا رجاله عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الدنيا؟ ايه مبسوطين بصفقه زيزو؟ اكيد. طيب لازم تكونوا مبسوطين. محمد مش اكيد. انت مش قوي ليه طيب؟ ليه مش هيعمل حاجه يعني؟ انا بحب طاهر. يا عم يا عم بس بقى يعني كده مقتنع ان طاهر يديك سنتين قدام؟ يعني طيب يا عم انت لازم تكون مبسوط. طاهر بديل كويس. بديل كويس اكيد، بس زيزو يعني زيزو حلو طبعا. النهارده حلقتنا نبدا اول موضوع عندنا موضوع زيزو. انا كزملكاوي اكيد طبعا ما اقدرش اقلل من زيزو. زيزو لعيب كبير تمام. الدنيا حلوه، رايح الاهلي في وقت كويس جدا. كاس عالم للانديه، في قدام هيلعب دوري، هيلعب سوبر مصري، هيلعب كاس مصر تاني، كاس رابطه. زيزو رايح في وقت كويس جدا للاهلي، واهمهم عامه كاس العالم اللي في امريكا. طبعا هو هيلعب صح؟ ايه؟ هيلعب كاس العالم. طبعا هو جاي هو عشان كاس العالم اساسا. ايه رايك في الموضوع؟ انا الموضوع في صفقه الانتقال ذات نفسه، انا فكرتي بس ان انت مش شايل الموضوع 100 لزيزو. الموضوع 80% اداره و20% زيزو. انا كنت لسه اسال السؤال ده، انت شايف مين غلطان؟ انا عن نفسي الاول كنت شايف ان الاداره هي اللي غلطانه، انما انا دلوقتي شايف ان زيزو غلطان. ليه؟ هقول لك ليه. اولا بالنسبه لي عامه اللي زيزو كان بيعمله او اللي عمله نفاق. اقل حاجه في النفاق اقدر اقولها لك هي حلقه امبارح مع ابراهيم فايق. حلقه امبارح مع ابراهيم فايق زيزو طالع يقول لك جمهور الزمالك شتمني اخر سنه. اخر سنه مين يا كابتن؟ زيزو قعد السيزون الاول كله في الدوري. تمام. حوار الانتقال للاهلي او لا، ما كانش فيه الكلام ده خالص. زيزو كل حاجه جات له عرض من الشباب ونيوم السعودي، تمام. جاله عرض ب5.5 مليون دولار وعرض تاني ب6.5 مليون دولار، تمام. زيزو قال للاداره ايه؟ زي ما على كلام انا كل ده ما بقولش حاجه من عندي، انا بقول اللي هو قاله. انا هوريك النفاق فين دلوقتي. تمام. قال للاداره اول حاجه جددوا للعيبه وانا اخر واحد، تمام. اداره الزمالك طبعا احنا عارفين ان الزمالك ما فيش فلوس، صح. فبالتالي اللعيبه طبعا هتاخد وقت جدا على لما اجدد لها. كل واحد في الزمالك عايز حاجه. محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر، عبد الله السعيد، دونجا. الناس دي كلها طالبه فلوس. دونجا يستاهل يمشي يعني. دونجا يا جماعه انا كنت في الاستاد والله العظيم، بجد والله العظيم يا جدعان. لا صعب قوي دونجا يا جدعان. لا لعيب. انا بص، انا في لعيبه هو حلو بس مش مركز. يبان حسين الشحات حلو بس ما بيركز. ايوه. في لعيبه تبقى حلوه ما بيركز، ده وحش. لا ده ولا لعيب ولا مركز، ده عمره ما هيتطور ولا هيعرف عمره ما يبقى حاجه يعني. فهنكمل كلامنا. فالمهم يا جماعه ان هو قال لك ايه؟ انا سيبوني اخر واحد. طيب معلش، انت طالع امبارح بتقول انا قلت لكابتن حسين لبيب ان انا اخر واحد. طب ماشي، بناء على ايه بقى طالع تقول سابوني وما كلمونيش على التجديد؟ ازاي وانت اخر واحد؟ ما هو من الطبيعي ان انا مش هكلمك. الطبيعي ان انا مش هكلمك غير لما دورك يجي. مش انت اللي عملت شهم وانت اللي قلت هستنى اخر لاعب في الزمالك؟ طب ما هي دي الشهم. بتقول جمهور الزمالك هني وهنا ابويا. جمهور الزمالك هنا ابوك امتى؟ كويس ان انت دخلت فيه. ماشي، هني وهنا ابويا. انا على فكره برضو عشان الناس تبقى عارفه، انا ما بقيتش فكره ان جمهور الزمالك ولا جمهور الاهلي ولا جمهور الاسماعيلي ولا جمهور اي حد في العالم تما انه يشتم لاعب بمراته او بعياله او بامه. انا لو لاعب كوره عمري ما هقبل على نفسي ان انا اتشتم. اكيد طبعا اتشتم بابويا ليه؟ انا لعيب كوره، ليه في مجالي اتشتم؟ يعني انا مثلا يعني لو اشتغلت في بنك يرضى الجمهور يجي يقعد يشتم فيا؟ لا اكيد لا. هي الفكره مش في كده كمان، الفكره هو الجمهور جه شتمه كده تاني يوم ولا الاداره هي اللي سلمت؟ ما هو بقى احنا دلوقتي هنقول حاجه، تمام. هنتكلم واحده وهنيجي واحده بالتفاصيل كلها يا شباب. بصوا يا جماعه، فانا لما اجي زيزو يقول اخر لاعب، تمام، وجه امبارح مع ابراهيم فايق بيقول لك جمهور الزمالك هني. يا باشا انت قعدت سيزون كامل، الدور الاول كله بتلعب ومستواك زي الزفت،
وجمهور الزمالك كان بيقول لك راجل يا زيزو، راجل يا زيزو، كنت بتتهنى وبتتحيي، ورغم ان انت زي الخرا، انت ما عملتش اي حاجه السيزون الاول، كل تركيزك مش في الملعب. كان جمهور الزمالك عمره حتى اليوم ماتش اللي هو بيراميدز اللي خدنا فيه 3-0 لو تفتكروا بتاع الونش، اللي هو الونش غلط قدام ديستون مايلي. ايوه الماتش اللي هو مصطفى فتحي وابراهيم عادل جابوا جوان. الماتش ده الراجل اللي شتم زيزو من الجمهور طلع اهلاوي، وزيزو راح قدم عليه محضر. ماشي، جمهور الزمالك ما شتمكش. اخر حاجه اتشتمت فيها خالص كانوا اخر شهرين او شهر، من بعد يوم 12/3 لحد يومنا هذا، كان كل ماتش بيتمس عليك بتتشتم. بسبب ايه؟ بسبب حاجه واحده، ان انا ما ينفعش الاهلي ينسحب يوم 11/3 اللي هو 11 رمضان، معايا؟ ما ينفعش الاهلي ينسحب ويطلع قرار تاني يوم يقولوا ان زيزو مضى في الاهلي. هفهمك، سيبك من حكايه، انا من انصار فكره ان كان يتخصم للاهلي 6 نقط، ده كده كده لا يا ولاد يا شباب، مش ما اقصدش احسن نقط، لا مش اقصدش، انا اقصد ان انا ما ينفعش انت الايقوني، انا خليتك اسطوره، انا قارنتك بشيكابالا، انتوا متخيلين؟ أيوة. يعني انا قارنته بشيكابالا، فمن الطبيعي ان انا لما يبقى انا ايقوني، ده ايقوني انا لنادي الزمالك، ما انا من الطبيعي ان انا لما اجي امشي وكمان اروح للغريم التقليدي الاهلي، يعني لازم تتشتم، اكيد مليون في المية تتشتم. يا جماعه راجعوا كده اللي فات، هتفهموا ان زيزو يعتبر من اكتر اللعيبه المنافقه، غير امام غير بن شرقي، غير امام غير بن شرقي. امام كوبري وعرفنا انه كوبري وخلاص، ما كانش فيه نفاق، قال لك انا زملكاوي من صغري، راح برضه الاهلي قال لك انا اهلاوي من صغري، فامام ما كانش منافق، امام جابها صريحه. انما زيزو اكتر لاعب في التاريخ منافق. بناء على ايه انت؟ تمام، انت جاي بتقول ان 11/3 النادي الاهلي انسحب الماتش الدوري، بعيدا عن الانسحاب مالناش اي دعوه بالبطولات حاليا، احنا بنتكلم دلوقتي عن لاعب بعينه. وانت زمالك 6 مواسم في الزمالك، 5 مواسم عملت مواسم عظيمه، ارقام تاريخيه، وجمهور النادي الاهلي اكتر جمهور كنتوا انتوا لو انتوا بتتكلموا كوره يقول لك احمد بلنتات، احمد وبلالين وانفخ بلالين فرقعها، وده لعيب ديرجن وحسين الشحات قده مرتين. كان بيحصل كلام من جمهور النادي الاهلي. لا بس بقول لك ايه، الماتش 4-2 بتاع الاهلي والزمالك، حسين الشحات كان جامد قوي يا جماعه، اكيد بتاع اوسيريو صح؟ اللي هو اللي هو الشوط علي معلول جاب جول. يعني الشحات بغض النظر عن عقليته لعيب كويس. الشحات اصلا عامه يا جماعه لو فحالته لما بيفكرش في التعاقدات والتجديد والكلام ده، اقسم بالله الشحات يبقى اعلى وينج في مصر. الشحات عالي جدا، عنده كوره، شوفوا الراجل ده لما كان في العين. يكفي لما ايقنت ان انت ونجاتك مفيش فيهم من امل، لما حبيت تقارن حد بزيزو قلت مين؟ احسن حد عندك. ايوه صح احسن ونج عندك. انا بس حابب اتكلم عن حاجه. بلع عليك اشرب. انا حابب اتكلم عن حاجه. قول يا باشا. حته مضى والنفاق والكلام ده، تمام. لو انت شفت اللقاء بتاع ابراهيم فايق، انا شايف في رايي ان الراجل كان صريح جدا. في ابراهيم فايق ساله سؤال، انا شايف ان هو ده عنوان الصفقه كلها. هو ساله لو انت مكان اداره الزمالك وعندك لعيب زيك وقرر انه يا جماعه عايز اجدد ماشي ومعيش فلوس اجدد له، انت هتعمل ايه؟ اكيد هبيعه لما يجي سعر كويس. قال لك هبيعه. تمام، انت ما بعتوش. ماشي. هو قال لك انا كان جاي لي عرض والزمالك ما باعنيش، وادى وعود ما عملهاش. طيب ماشي، ما انا معلش برضو على كلامك برضو نفس احضرنا كده على نفس كلامك اللي انت بتقول فيه، ان هو قال له لو انا مكان الاداره هتعمل ايه؟ قال لك هبيعني عشان النادي يستفاد ويجيب صفقات. انا سمعت الحلقه وبتكلم صح وما بنافقش، وشايف ان زيزو راح الاهلي او رايح النادي الكبير. ما هو برضو الاهلي دلوقتي يا جماعه داخل كاس عالم، انا لو لاعب زملكاوي وما خدتش اللي انا عايزه، من الطبيعي هروح النادي اللي رايح كاس العالم، مش هروح بيراميدز حاليا. ما بيراميدز ماشي خدت افريقيا وراحوا انت بس الكلام ده لسه في 2029. انا بفكر دلوقتي مستقبلي، خصوصا ان زيزو عنده 31 سنه، يعني خلاص قرب ينهي. ما دي برضه من الحاجات اللي بتخليني اقول ماشي. ما هو الطبيعي ما يجددش. انا عادي عنده 30 سنه برضه. معلش اجي لك حته ان هو حاسه ان انت اخر فتره ما بيلعبش حلو قوي. تعالى عند اللعيب، مش هكلمك بقى في الكره المصريه عامه، تعالى عند الكره العالميه. لما تلاقي لعيب ميسي وما بياخدش فلوسه مش هيأدي. اكيد. صلاح لما ما بيجددلوش عقده وما بيدخلوش فلوسه مش هيلعب عادل. مش فكره ان هو بيكيد في النادي او هو قاصد يلعب وحش. انا كلامي برضه واضح. او مستواه اسمع بس، او مستواه نزل ليه؟ لان انا ما باخدش حق. ماشي. انا شايف لعيبه في النادي الاهلي، معلش ما برضه المقارنات كده. المقارنات انا بشوف لعيب في النادي الاهلي
ما بيعرفش يلعب كوره ب 3 جنيه، وفي الاهلي كتير ايوه طبعا وبياخد حقه تالت ومتلت ماشي وبيتشرف. اكرم توفيق شوف كان عايز يمضي كام في عقده. ماشي. النادي اللي يوصل لعيبته للدرجه يا دي، جماعة. لعيب يبقى صفر امال كوره احنا بنقول نفوق ليه يوصله دلوقتي؟ للدرجه دي، ما انت تاخد حقك تالت ومتلت، وانا اللي استاهل ما باخدش. هو ليه ما جددش؟ انا ما بغلطكش، هو ليه ما جددش؟ ما انا هقول لك ليه ما جددش. انت بناء على ايه بتقول لي ما باخدش فلوس؟ طب ما انت اللي قلت انا هجدد اخر واحد، ما تصبر. تمام، أنا هصبر بقول لحد اصبر. امتى؟ انا صابر معاك نص سيزون ما هو شهر 6 ده المفروض يا ابني. اخر نهاية هو قال لك عقده. انا كلاعب الكوره عمري قصير، هفضل معاك لحد امتى؟ ماشي انا بكلمك دلوقتي عادي حوار- بيخلص. ماشي، ما ينفعش تيجي تقول لي ماشي، ما ينفعش تيجي تقول وبعدين لي معلش، حته انا اخر واحد وانا اول واحد، اكيد مش بيقول لك ان انا سيبني انا في الاخر، يعني مطيت ال 22 ما هو اللي هيلعب وأنا في بلسانه. الآخر. هو بيقولها من باب ايه؟ ان انا مش عايز اضغط عليك. بص يا جماعه، انا مش عايز اضغط أنا عليك، بس الاداره بتتعامل بلا مبالاه غير انا عن طبيعيه. نفسي ممكن اقفل قصه زيزو دي بحاجه، ان زيزو امبارح كان طالع بيحاول يتعاطف مع جمهور الزمالك، ويقول لك انا ما شفتش حاجه من جمهور الزمالك وحشه غير اخر فتره. انا شايفه بيبرر. ماشي. هو مش بيبرر. كل ده مبررات، بس انا مع احترامي ليكوا والنادي الاهلي وعلى دماغي من فوق والله، بس انا بالنسبه لي زيزو قصته انتهت. انا بالنسبه لي زيزو خلاص والله عادي جدا، مش زي اقول لك ليه امام قصته انتهت، كهربا قصته كل ده قصته ما هو راح انتهت. الأهلي. بس انا بالنسبه لي يوم ما التاريخ هيذكر مش هفتكر زيزو، القصه هفتكر امام وهفتكر كهربا وهفتكر بن شرقي، مش هفتكر زيزو. يعني زيزو خلني. اللعيب قصته تنتهي معاك ومفيش مشكله. ماشي. انا مشكلتي مش في اللعيب، انا الحمد لله اللعيب بقى في فريق فريق انا أكيد. مرضي. انت مرضي طبعا، انا أنت لازم تكون مشكلتي مرضي. مع جمهور الزمالك، ركز مع ادارتك، ركز مع الاداره، شوف بتعمل احنا كنا إيه. بنغلط الاداره. شوف انت ليه ماشي. مغلط؟ لا انت ليه؟ ما دي مشكله. اسهل اي حاجه تعملها الاداره في الدنيا ان اسلم لعيب للجمهور. طيب. سهله لا، سهله طبعا مفيش- ما هي سهله جدا. لكن المشكله ان الجماهير، اللعبه دي يا جماعه ادمت قوي. هو يا جماعه اللعبه دي ادمت. ما هو ما انتوا لو تلاحظوا يا جماعه، ما انا برضه عايز افهمكم يا جماعه، هو زيزو ما اتشتمش يا جماعه كريستيانو من نص السيزون. بجلاله قدره اداره مانشستر كانت بتسلم للجمهور في اوقات. يا جماعه افهموني، طيب هو زيزو ما اتسلمش من اول الموسم للجمهور، هو من يوم 11/3 بعد ما النادي الاهلي انسحب وما جاش الماتش تمام، هو ثاني يوم اتعرف ان زيزو راح مضى للاهلي. فانا من الطبيعي مش هاجي في شهر 6 وانا خلاص ما جددتش للاعب ولا بعته تمام تمام. ماشي، ويجي يتاخد مني من الغريم التقليدي، ما انا لازم اسلمه للجمهور، ما انا اسلمه لمين؟ هو سلم الجمهور من اول ما قال هو هيجدد 100 مليون. لا 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 والله. لا لما اتقال له 100 مليون احسن الكلام ده، لا مفيش الكلام ده. زيزو اتسلم للجمهور من يوم بالظبط، كان بعد ماتش الاهلي بتاع الانسحاب، كان ماتش اللهم صل هو دي الفكره غالباً نفسها بتروجيت. مستفزه يا كابتن. إيه؟ الفكره نفسها مستفزه. انا ليه اطلع اقول عقد لعيب كوره بتاعي عايز يمضي بكذا؟ دي مش خصوصيه. هو ما طلبش انت كده ما أصلاً. تدينيش خصوصيتي. هو ما طلبش كده. هو وبعدين هو حتى نفسه قال لك انا ما طلبش المبلغ ده. يعني انت طلعت يعني قلت كلام على لساني انا ما قلتوش وغلط وقعتين في الجمهور، يبقى ده اسمه ايه؟ انا اقعد في الاداره دي ليه؟ اكيد ماشي انا معاك، بس كلامك بصراحه انا شايف ان انا مش زيزو، ببرر الموقف دي. انا بقول لك انا اللي هو عمله امبارح نهايه قصه زيزو زي ما قلت لك، هو طالع امبارح يكسب حب جمهور الزمالك تاني ويخلي جمهور الزمالك ما يزعلش انا منه. مش هو بس هو أنا- مش كسبان حاجه لما يكسب حب الجمهور. لا طبعا، لاعب اللي كسبان حب الجمهورين في اي وقت يقدر يرجع. هل دلوقتي انت لو زيزو اتعرض عليك في الفتره الجايه دي انه يرجع الزمالك، هل الجمهور قبل الاداره هل هيقبل ان زيزو يرجع؟ كده ما حاجه منطقيه خلاص خلاص. قلتها اهو، فانت انت رديت على نفسك. ما انا بقول لك ما اكيد لا، فاكسب حب الجمهورين بالنسبه لي احسن ما ادي للجمهور على وشه فاهم، واروح للمنافس التقليدي بتاعه. عمري ما هقدر ارجع، مش هينفع ارجع، ما فيهاش رجوع خلاص قفلت. زي ما بقول لك عمر التاريخ ما هيذكر زيزو في الزمالك، عمر التاريخ ما يذكر زيزو. كويس انك كنت في الزمالك. ممكن طبعا في الزمالك طبعا، يعني ما زيزو لعيب كويس جدا يا جماعه من قبل ما يمشي بقى والكلام الهبل ده، انما مثلا التاريخ هيذكر امام عاشور وهيذكر كهربا طبعا هيذكرهم. اللعبه دي ما خانتنيش، اللعبه دي ما خانتنيش زي زيزو. يا راجل. طبعا اللعبه دي عمرها ما خانتني زي يا زيزو، راجل. والله العظيم ما خانتني زي ده زيزو. ده زيزو انا شايف ان هو من اكتر اللعيبه المحترمه اللي طلعت من الاهلي والزمالك. يعني زي بن شرقي، ايه؟ يعني زي بن شرقي. اقل منه سنه. بن شرقي ده قصه ثانيه لا خالص. لا ما لا، تقوليش متربي قصة. مرتين. يا باشا ازاي يعني، ما ده لا، اللي لا. بقوله لك. انا بتكلم كلاعب يا عم، من اكتر اللعيبه المصريه اللي راحت من زمالك لا. الاهلي، اللي كان محترم، لا. ما غلطش. انا بالنسبه لي يا امام راجل عاشور امام لو لا. امام لو الاهلي قال له اطلع اشتم جمهور الزمالك بكره ممكن يعني. يعملها. مش بقول هيعملها، انا ما اقصدش اقول حاجه على انا لساني، فاهمك. بس عادي تطلع منه. ده اللي انا بتكلم فيه. أنا بقول زيزو لك- من اول لحظه هو ماسك فيك بايده واسنانه، بس انت مش عايز تساعده. ماشي اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي انت بتقول لي ليه؟ بتقول لي ان زيزو ان الناس امام لا بس شويه يعني ايه، مش محضرين حاجه. انا زي ما بقول لكم يا جماعه امام، انا بقول لك ليه راضي؟ لان انا امام عاشور لما سافر ميتلاند
دنماركي وما وفقش هناك، قال لك مش عارف احفظ انجليزي مش عارف. يعني انت بتتكلم في حته النفاق، انت بتتكلم في حته النفاق ده راح يعني لما مرتضى هترجع على الزمالك ولا هترجع على الاهلي؟ انا طبعا بيتي وحياتي ودنيتي يا جماعه طب اسمعني، ما هو طب ماشي تقول لي يا باشا، ما هو يعني ده على الاقل انا ليه الزمالك الاول، ما هو الزمالك الاول. يا ابني ما هو امير مرتضى طلع عنها من مش عارف شهر او شهرين. امام عاشور لما ما وفقش مع ميتلاند وقال لك انا راجع مصر، ما هو اتصل بامير مرتضى وقال له انا هرجع، النادي طالب فيك كام يا امام؟ قال له 3 مليون دولار. راح قال له انا البادجت بتاعتي او النقديه بتاعتي عامه في النادي ما ينفعش ابيع لاعب ب 3 مليون دولار عشان ارجع اشتريه ب 3 مليون دولار. فانا اللي طردت، انا اللي قلت له لا مش عايزك. فانا بالنسبه لي امام لا طبعا امام احسن من زيزو مليون مره، احسن من زيزو كنهايه. يعني امام عاشور دلوقتي انا مش على فكره امام عاشور بالنسبه لي لاعب كوره كويس جدا بس انا ما بحبوش. يعني امام عاشور انا شايف بصراحه امام كان في وسط لما زيزو حرفيا كان شايلك موسمين ورا بعض. موسمين ورا بعض بقى يا شباب. موضوع زيزو يلا ربنا يوفقه ويوفقه معاكم يا عم، الف مبروك وان شاء الله تعملوا حاجه في كاس العالم يعني. ان شاء الله، ولو اني مش متبشر في موضوع كاس العالم ده. ليه يا عم؟ انا الصراحه استنى ماتش بكره بتاع الاهلي وباتشوكا، اشوف ايه الدنيا. انا شايف بص يعني انت كان برضو كاس العالم اللي فات لعبت فرقه بس مش فاكر الاسم، كانت برضو فرقه عبيطه، كانت باتشوكا برضو صح؟ شوف اكلت على عينها 5. لا تاني 5 ايه؟ كان في ماتش قبل كاس العالم للانديه لعبت فرقه اكلت على عينها 5 انا فاكر. ماتش ودي حتى كان مقدم اداء كويس. كان ماتش ودي؟ لا هو مفيش ماتش رسمي للاهلي كسب فيه 5 في كاس العالم. هو عامة الهلال 4 ماشي. سياتل حتى كسبنا 1-0 يكون قفشه، وانتيني كسبتوها 1 متهيألي او 2. طب في جون محمد هاني. الناس تفكرنا بالماتش ده، انا متاكد من المعلومه دي، كان في ماتش الاهلي كسب فيه 5 او 4 يعني، بس كان رقم هتشوف. هننتقل لموضوعنا الثاني، موضوع كاس العالم للانديه. من وجهه نظري ان الاهلي ممكن يعمل حاجه، ان المجموعه فيها انتر ميامي وبورتو صح؟ ولا بورتو ولا بنفيكا؟ لا بورتو وبالميراس. النادي الاهلي قدام بالميراس كسب مره وخسر مره. كسب مره بضربات الجزاء والمره الثانيه راجل والمره الثانيه خسر 2-0 لما كهربا كان بيضيع كور غريبه وجول فاضي وحاجات كده كانت غريبه. فانا شايف ان النادي الاهلي يقدر يصعد بكل سهوله من المجموعات، لان انا شايف اقوى فريق متهيألي في المجموعه كلها هو بورتو. بانتر ميامي هي ارضها وكل حاجه بس داخله كاس العالم. على فكره نتائج بورتو الفتره الاخيره مش احسن حاجه، بس يعني بالنسبه لانتر ميامي وبالميراس هي طبعا بالميراس بس عشان الدوري البرازيلي برضه مش يعني دوري مش قوي. لا دوري لا بالنسبه للدوري البرتغالي طبعا البرتغال ايوه ماشي طبيعي ما بتكلم في كده. بس انا بقول لك يعني بالميراس عامه كان اخر 3 ماتشات لعبتهم في الدوري خسرتهم، فهي مستوى اصلا مش كويس. بس انا برضه مش قادر احكم على مستوى الاهلي غير لما اشوفه بكره بالليل. ايوه لان هو المدرب الجديد مش حافظ اللعيبه، وخصوصا يا جماعه المدرب ده مش عايز اشائمكم يعني، بيلعب زي الله يمسيه بالخير اوسيريو. بيقول لك في الدفاع عنده ملط، بيقول لك هو بيهاجم بس، بيلعب اصلا بتشكيله 3-5-2. بقول لك انا نسيت ان المكسب الصراحه من البطولات انا كواحد قلم عايز اشوف كوره. يا عم كوره ايه؟ انت بتعمل في كاس العالم للانديه ايه اللي عايز مكسب؟ لا انا عايز مكسب. ماشي انا بتكلم بعد كاس العالم. بتكلم عامه بعيد عن كاس العالم. بعيد عن كاس العالم تمام ماشي. عايز تشوف كوره اكيد طبعا يعني الاهلي. هو ده برضو من الحاجات الوحشه في الكوره عندنا، اللي فكره احتكار المنافسات من الاهلي دي حاجه مش حلوه طبعا. انا شايف بس فانا شايف ان ديمبلي مع احترامي ليه خد الابطال. طيب ماشي السنه اللي فاتت فيني كان واخد الابطال واتفاجئنا خالص في الاخر بالمسج بتاعت جمهور السيتي العظيم اللي انا بحبه عشان جوارديولا بصراحه. دونت كراين ما تعيطش، رودري خد الكره الذهبيه. فكمان انا فيهم حاجه في السيزون ده كانوا زي بلغوا الريال ان رودري هياخد عشان ما يبقاش فيها اي نوع من الاحراج او كده. يعني عندنا حصل برضه في افريقيا الضحك كله. كابتن احمد السيد زيزو لما كان رايح ياخد الاحسن لاعب في افريقيا خدها ويليامز. تمام. انا كان نفسي زيزو ياخدها على فكره والله العظيم، مش هيروح الاهلي لا يستحقها. ما غيرش كلامي عامه. ايه حسين الشحات، وكان حسين الشحات بعيد جدا بعيد جدا كمان، ما كانش ليه ارقام في البطوله اصلا في دوري الابطال. زيزو ساعتها خد الكونفدراليه والسوبر الافريقي
ده غير المساهمات اللي كان عاملها. شحات لا، مش كان واخد افريقيا؟ شحات كان واخد دوري ابطال افريقيا بس، انما زيزو كان واخد كونفدراليه والسوبر افريقي، ده غير المساهمات وكده. فما اخبروش الزمالك ان زيزو ده، بالعكس ده اخبار الزمالك قالوا صفر زيزو عشان هيروح ياخدها. فاهم؟ وساعتها اول نمز اللي قام كانت اسعد لقطه في حياتي بصراحه. هموت في دموع زيزو. المهم فعندنا بالنسبه لي هياخدها ما تقلقش. ديمبلي هياخدها. ما يولع يا عم انا مالي. ماشي. فانا بالنسبه لي عادي جدا فيني خد الكره دوري الابطال ورودري هو اللي حسمها في الاخر خدها. فانا ما عنديش مشكله لما تقعد تقول لي ديمبلي خد الابطال يامال لا. طب ما هو يامال خد حاجات ثانيه يا جماعه. ديمبلي خد اليورو، ديمبلي كسب يامال في الامم الاوروبيه. لا اي مواجهات مباشره جمعته بين باريس لا. فما فيش اي حاجه ديمبلي يعتبر متفوق فيها على يامال، انا شايف كده. يعني انا بالنسبه لي اللي يعوض دوري الابطال اليورو، يمكن اليورو اقوى. اليورو انا بلاعب منتخبات العالم كلها، فاهم؟ زي يعني انا اليورو بالنسبه لي البطوله الثانيه بعد كاس العالم. يعني اليورو تقارنه بالابطال ايه؟ اعلى. اليورو اعلى من الابطال. انا شايف ده بصراحه ان انا اليورو ثاني اقوى بطوله. السيزون دلوقتي يعني السيزون ده كان الابطال بصراحه مش ما كانتش اقوى حاجه يعني. بخروج برشلونه انت اتاكدت ان ده كان الفريق الوحيد اللي بيخليك تتابع صح. هو اللي كان هو مش عشان بشجعه، عشان هو احسن فريق، كان احسن فريق في البطوله. ابو تريكه قالها يا جماعه. تريكه طبعا حد كمل النهائي الاخر. لا 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 ما اتفرجتش عليه. انا دمي اتحرق بعد الثالث. انا دمي اتحرق والله، يعني حاجه بقت ليه يعني ليه انا ما العبش النهائي؟ بس عشان السيزون ده مش قوي معنى كده ان باريس ما قدمتش موسم حلو. لا انريكي يا جماعه مجنون. مجنون. نفس المساله مع بيراميدز يعني. أيوة. هل كان الابطال ضعيف؟ انا بالنسبه لي بيراميدز يستحق دوري وكاس واسمه ده. لا كاس اللي انتوا خدتوه لا دوري. هما يا جماعه ما هو اسمعني، هو اصل هو جاي الكاس يا جماعه، لعب 7 ايام 3 ماتشات ومن ضمنهم ماتش في جنوب افريقيا. لعب يا جماعه صن داونز في جنوب افريقيا، رجع لعب سيراميكا يوم الاربعاء، بعدين لعب يوم الاحد قدام صن داونز هنا. هو لازم كان الاداء اللي ادى بيه في الماتش متفاهم مبرراتك، بس انت كمان طب معلش يا بيلعب بثلاث تشكيلات يعني. نخلص فقره البالون دور عشان عايز اسالكم سؤال مهم قوي يا جماعه، انتوا كاهلاويه ماشي بعيدا بقى عن الزمالك وكده، اسالكم سؤال مهم قوي. نخلص فقره البالون دور. فانا شايف عن نفسي ترتيب البالون دور يامال، ديمبلي، بدري. تمام. وانت؟ يامال، ديمبلي صراحه. ماشي. بص جامد قوي صراحه والله العظيم. سيزون فردي. انا هقولها بقى هداف الدوري، افضل لاعب في الدوري. ماشي بس حاجات فرديه مفيش بطولات، دوري بس ما خدش حتى الكاس. ليه دوري وانت مستني بالدوري الانجليزي يا جماعه؟ مش رودري واخدها، واخد دوري بس. لا كان واخد يورو يا محمد، وكان واخد كان واخد يورو، كان واخد الدوري والدرع ده، كاس الدرع ده ولا كاس الرابطه اللي هو في انجلترا ده؟ ده خسرناه. لا خسروه. توقع كده الناس بتاعت البالون دور. انا الصراحه هي مش امنيه، هي توقع بصراحه، لان هو كلاعب هو بروفايل بالون دور احسن من باقي اللي معاه كلهم. هو صراحه هو انجم واحد، هو اكتر واحد اريق عليه. لو تيجي تبص لها الباقي كلهم يا اما عيل صغير خالص يا اما مش بني ادم. عيل صغير دي بتضايق الناس يا جماعه. عيل صغير يا جماعه الحقيقه ده مراهق يا جماعه. شوف بطاقته، ده مراهق وبينزل يرتاح. طلع بطاقه صح يعني طلعها. رخص ان شاء الله. خلاص ده لسه ما دخلش للسن اللي يطلع بيه رخصه. ايوه صح. المهم ان انا شايف اليق على صلاح بصراحه، واللي قدمه صلاح مش شويه يعني. واللي طلع صلاح مين؟ باريس اللي خد باريس. فاهم قصدي؟ فهو كان حظهم وحش. يعني ضربات جزاء ولو كان عدوا كان هيوصلوا لحته اعلى يعني. فانا بالنسبه لي لا، صلاح، لامين، رافينيا. انا مش هتجيب سيره ديمبلي. لا صعبه كده. لا انت كده بعيد. انا بتكلم بصراحه يعني، انا شايف بالاحقيه. رافينيا السيزون ده انا عايز اقول لك ان هو كان موجود. هو بالاحقيه انا بالنسبه لي لامين طبعا، بس انا لو اتكلم كأي لا رافينيا ما يستحقش بالون دور. اصل لامين ما اظنش انه ياخد، صعب. ما انا زي ما قلت لك هي فرانسيس فوتبول مؤذيه. اتمنى انا ممكن اسعد واحد بالاثنين دول صراحه يعني. بس انا عن نفسي بصراحه اسعد حد في الدنيا يعني انا اسف في اللي اقوله ده، بس لامين لو ما خدهاش بدري ياخدها. انا بالنسبه لي ديمبلي ما ياخدهاش عامه. انا بالنسبه لي اصل ديمبلي يا جماعه خد ايه يا جماعه غير الابطال والدوري والكاس؟
انت بتقول طب ما هو ما خدش حاجه مع المنتخبات يا جماعه. يا جماعه ما طب هو ما نفس يا جماعة- الكلام صلاح. ايه؟ نفس طب ما صلاح طب ما صلاح صلاح منتخبه ايه؟ ما هو انت منتخبه اولا ما لعبش بطولات اصلا. صح. صلاح ما لعبش اي، فانت ما تقدرش تحكم عليه. انا ده اللي بقوله لك، ان منتخب فرنسا لعب كل حاجه بالظبط، لعب كل حاجه. واسبانيا بتلعب اهو، فانما انت لو هتلعبها اللعبه دي صلاح ما لعبش. صلاح ما لعبش، بس انا مفيش عشان كده بقول لك أفريقيا، ديمبلي مفيش بالنسبه حتى لي مش تصفيات. مستحقها والله. نختم الفقره. انا شايفها صلاح لامين رافينيا بصراحه. ولا السيزون الجاي مصر تاخد افريقيا، سيتي ياخد الدوري الابطال، ما مش كده صلاح ما خدهاش. والله هو صلاح فقري في حوار البلد. انا شايفها فرصه يعني ياخدها شويه، اللي هو ليه هيبقوا كده عنصريه دي وبتاع دي. ممكن تجيب يعني. نختم الفقره بالسؤال بس لا لا السؤال مش عن البالون دور اصلا. ايوه نختم فقره البالون دور ونبدا الفقره الرابعه والاخيره في حلقتنا النهارده. بعض الجماهير، مش هقول جماهير الاهلي، النادي الاهلي عامه يعني، عامه الجماهير بتاعت مصر ده حاجه مصريه عامه مش اوروبي خالص. تمام. قال لك بيراميدز على فتحي. لا ما بيفهمش. مع احترامي ليه يعني فاهم. والنهارده برضه النادي الاهلي الجمهور داخل يشتمني، داخل بيقول لا ده وانتوا خدتوا فيها احنا خدنا زيزو وانتوا خدتوا فيها ومش عارف ايه. بعدين الصراحه ليه؟ انت عندك انا ما غلطتش في النادي الاهلي ولا جماهير ولا اي حاجه، انا بقول لك انت خدت زيزو يا عم مبروك عليك، وانا خدت الكاس ونص ساسين. ايه الفرق اللي ما بيننا؟ انا خدت الكاس، خدت البطوله، ما طلعتش بموسم صفر رغم ان انا في اوسخ حالاتي وما كانش حد هيلومني ان انا لو خرجت بموسم صفر. انا وحش جدا. ايوه انا بلعب يا جماعه بسيف فاروق جعفر مكان الجزيري، مع احترامي سيف يا جماعه كان المستوى فكره بتاعه كويس جدا. الكواليتي بتاعه ايمن الرمادي بصراحه معليه قوي يعني، بس بلعب بمكان مش مش مكانه. هيكمل. اقول لك على حاجه. ما اظنش لا، هيكمل. انا نفسي اكمل الصراحه. وانا لو جاله صفقات الراجل ده هيخلي الزمالك في حته ثانيه. الراجل ده يا جماعه عنده شايف تكتيك، يعني عنده كورة. عنده كوره قوي، كوره الراجل ده معجون كوره. وعايز اقول لك كمان الماتش السعودي ازاي كان فيه لاعب بيلعب بحرقه جدا ان هو اصلا عايز يخلي بيراميدز تكسب الكاس. مصطفى شلبي عمل اللي عليه بصراحه، بس يعني يا جماعه بصوا اقول لكم ما على حاجه. صفيتوش. اقول لكم على حاجه. انا وانا في الاستاد انا كنت متوقع ان الوحيد اللي لو ضيع بالنسبه لي الماتش المتفوت يوسف اوباما لو كان ضيع اقسم بالله كنت هطلع في انا فيديو. كنت حاسس انه هيضيع. انا بقول لك اطلع في فيديو كده تمام واقول لك اوباما مفوت الماتش للزمالك. عايز اقول لك ان حسين اصلا وهو داخل يشوط كان بيقول له ده ابننا هيضيعها. انا بقول لك اوباما لو كان ضيع البيلين دي انا كنت هقول لك الماتش ده اوباما فوته للزمالك عشان جمهور الزمالك اللي في الملعب. يا جماعه انا كنت في الملعب مرعب يا جماعه. بلعب يا جماعه لعيبه بيراميدز، احمد الشناوي ده يا جدعان يا لهوي اتزف زفه، واقف عند الجون عند ثالثه يمين ناحيتنا عمال يضيع في وقت. والشناوي اصلا طول عمره معروفه في الماتشات الكبيره بيخاف وبيعمل نفسه مصاب ويخرج من اولها في 2017. لا 2017 ايه؟ قدام سان داونز 2016 ما شاء الله عليه. الماتش اللي هناك لما خدنا 3 بعد الجون الثاني قال لك انا مش قادر العب، مش قادر العب. ايه اللي حصل لك؟ انت حتى ما عملتش ده، انت الطريقه اللي عملته دخلت بيه جوه الجون. مفيش طريقه عمله حد. الزحلقه وقال لك وقال لك ايه؟ قال لك انا اتصبت. بعدها بفتره كاس الامم الافريقيه اول ماتش قدام زيمبابوي او اوغندا. يا زيمبابوي يا اوغندا مش متذكر بصراحه. تقريبا اوغندا مش فاكر. يا اوغندا يا زيمبابوي. اول ماتش مسك ركبته انا عندي صليبي وطلع على اساس انه عنده صليبي. بس انا عايز اقول لك البطوله دي اتصاب فيها الشناوي واللي كمل البطوله الحضري. أنا لسه بقول لك انا ما كانش عن محمد الشناوي، كان بيلعب ايوه انا عارف. قال لك انا عندي صليبي والناس قالت عنده صليبي. بعدها بشهر طلع ما عندوش صليبي ولا اي حاجه وما كانش عنده حاجه، وخوفا من الماتشات الكبيره فهو جاي عمال يرخم على الجمهور. من كتر الخوف يا جماعه انا قاعد اقسم بالله الشناوي قاعد في الملعب عمال يركب كده 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 وعمال يجري ومش عايز يقرب ناحيه الجول، مع اننا احنا ولا معانا حاجه نحدفها ولا اي حاجه. هو خايف واقف مرعوب. فشي حمار الشناوي اهو بتاع هوبا دخل في الجول. ناصر منسي يا جماعه قسما بالله انتوا ممكن مثلا في اللايف ما يكونش بان لكم قوي، بس ناصر منسي والمصحف ما لمسه. ناصر منسي بيجري تمام بيجري. لا كان هو قبل ما اصلا هو طالع ما جاش جنبه. هو طالع متزحلق واقع على وشه. البطل دي مش طالعه. ده بس طالع يصطاد زي قفشه فراخ فاهم انت؟ يعني حتى لو انت بتتوقع انه هيلعبها فوق ما تروحش ما تروحش الطريقه دي. وحشه جدا. على فكره عايز اقول لك على حاجه عملها برضه قدام النهائي الكاس
السنه اللي فاتت قدام النادي الاهلي في الجول بتاعك، وطلع برضه عمل كده في الهواء. أيوة. استنى التعامل الثنائي. تعامل ثنائي الكورنر اللي اترفع راح طالع ماسك الهواء طالع كده. ايه يا اسطى، ما في حارس مرمى بيطلع كده يا جماعه؟ لا هو في حارس، مفيش حارس مرمى. فهو اصلا يا جماعه الكوره اتلعبت من فتوح السلوك، بصراحه الواد فتوح تحسه كان مستبح، الله اكبر عليه. هو عامل لو الاستباحه دي كده انا نفسي فتوح يفضل يستبح بصراحه. عامل ماتش عالمي عالمي يا جماعه في نص الملعب دايما كده. يا الله اكبر عليه. تعجبني متهيألي كان في السجن بيجيب كوره ويلعب مع المساجين. لا متهيألي بجد والله، اصل مفيش لاعب بيخرج من السجن كده. بس قعد فتره باذن الله الصفقه الجايه اللي ما اظنش، انا لا اظن حسام عبد المجيد. يا عم انت كنت تظن زيزو. زيزو؟ لا طبعا زيزو لا، بس انا اظن حسام عبد المجيد اكتر من فتوح. انت دلوقتي خدت الكاس وراح الصبح، ايه بقى الصفقات اللي انت محتاجها مثلا؟ ماشي دي كانت نختم بس الاول الكاس ونخش على السوبر دلوقتي اللي هي خلاص اخر حاجه الحرب. تمام؟ انا ما اتسالتش. ايه؟ ما اتسالتش. ما هو السؤال انا كنت بقول لك اهو. لا السؤال الاولاني خالص. ما هو انت لسه هتتساله تاني انت دلوقتي. تمام. هو اللي رد تمام، انت اللي هتتسال. علي جبر، مصطفى فتحي. علي جبر ومصطفى فتحي كانوا مفوتين الماتش للزمالك. لا استحاله. ليه استحاله؟ لو قلت لي مصطفى شلبي ممكن اصدقها على فكره. الاثنين دول لا صعب، لان انت شايف انت اتلعبت ازاي. اللعيبه كلها، لعيبه بيراميدز كلها كانت بتشوط كويس. وكله باين قوي انهم كانوا مدربين كويس اكتر من لعيبه الزمالك كتير. لكن هو اللي خدها كلها توفيق. توفيق، وكمان عامل الجمهور عامل الجمهور كان اكيد مرعب، كان مؤثر على اداء بيراميدز طول الماتش اصلا. ايوه مرعب. انا اللي بشوفه من بيراميدز طول الموسم قصاد فرق يعني مش عايز اقول لك في افريقيا لا، كمان في الدوري لا، اداء لحد اخر دقيقه بيلعبوا حلو. ايوه انا حسيت ان ده من اسوأ ماتشات بيراميدز الموسم ده. تمام. انا زي ما بقول بعد ما جبت الجون بقيت تلعب بطريقه يعني نية قوي. نية جدا جدا. عايز اقول لك على حاجه، انا اول ما الشيبي لقيته خارج عملت كده، انا ارتحت وواثق مليون وواحد. دي ولا من القرارات الغبيه يعني. ما هو عنده انذار وعمال يضرب والحكم ما طردش، هو يوزيفيتش خاف. خلاص ما السيزون بيخلص. السيزون بيخلص بس الماتش ما بيخلص. لسه ما كانش انت لو بتتكلم، انا فاكر بتتكلم على تراكم الانذارات او كده. لا انا بتكلم على الانذار الثاني ان هو عمال يضرب. مصطفى شلبي اللي ما كانش ليه 3 لازمه كان عمال يلبس الشيبي. ماشي. مصطفى شلبي كان عمال يلبس الشيبي انذارات كذا. بس يا جماعه هو عامل ماتش كويس، بس في فاولات يا جماعه عكسيه كان بيحسبها البيراميدز بطريقه غريبه. بس دي مش مشكلتنا، انا مشكلتي اول ما لقيت مهند لاشين خارج والشيبي عملت كده. خلاص انا واثق والله العظيم اني هكسب. والجمهور ده ما ينفعش يروح كده. الجمهور ده يا جماعه والله انا بقيت قاعد في المدرج وانا بفطر، كنا جايبين اكل بيتزا وبتاع فبناكل، لقيت لك واحد قاعد ورايا يعني جايب لي طبق بتنجان محشي وفلفل، خد يا اخويا سك صيامك مش عارف ايه. قلت له والله العظيم لسه اكل مش قادر، انا كان عندي برد لحد دلوقتي عندي برد والله. فخد يا اخويا كسر صيامك مش عارف ايه بتنجان والله العظيم جميل. قلت له حبيب قلبي تسلم. بعدها حبه لقيت واحد جنبه بيديني بونبور، الله يخرب بيك والله شبعت شبعت. مصطفى شلبي كان عمال يلبس الشيبي انذارات كذا. بس يا جماعه هو عامل ماتش كويس، بس في فاولات يا جماعه عكسيه كان بيحسبها البيراميدز بطريقه غريبه. بس دي مش مشكلتنا، انا مشكلتي اول ما لقيت مهند لاشين خارج والشيبي عملت كده. خلاص انا واثق والله العظيم اني هكسب. والجمهور ده ما ينفعش يروح كده. الجمهور ده يا جماعه والله انا بقيت قاعد في المدرج وانا بفطر، كنا جايبين اكل بيتزا وبتاع فبناكل، لقيت لك واحد قاعد ورايا يعني جايب لي طبق بتنجان محشي وفلفل، خد يا اخويا سك صيامك مش عارف ايه. قلت له والله العظيم لسه اكل مش قادر، انا كان عندي برد لحد دلوقتي عندي برد والله. فخد يا اخويا كسر صيامك مش عارف ايه بتنجان والله العظيم جميل. قلت له حبيب قلبي تسلم. بعدها حبه لقيت واحد جنبه بيديني بونبور، الله يخرب بيك والله شبعت شبعت. فاهم؟ جمهور الزمالك يا جماعه ما كانش ينفع والله يروح زعلان، ما ينفعش بجد ما ينفع. اول ما ناصر منسي بيخرب بيت بقى الضغط على شيكابالا، دي حاجه ثانيه. شيكابالا من وهو بيسخن قدامنا يلا يا شيك انزل يا شيك يا شيك يا جماعه، كله عمال يقول شيكا وسايبين الماتش، يخرب بيت الضغط. شيكا هو بيشوط الاخيره ما كانش عندي شك 1% انه هيضيعها. انا كنت خايف بس عارف انه هيجيبها. عامة كنت عايز الزمالك يكسب الماتش ده. ثلاث ارباع جمهور الاهلي على فكره كانوا عايزين الزمالك يكسب مش عايزين بيراميدز، وده واثق فيه على فكره. فانا زي ما بقول لك وبرده اللعيب اللي انا بتكلم عليه ولازم اشيد بيه وما ينفعش ما اشيدش بيه ابقى كده كذاب، مصطفى الزناري يا جماعه.
الواد ده يا جماعه انا لما اكل بلينات تاني، لا احلى بلين بتاعت الزمالك. الزمالك احلى يا جماعه شريطها شوطه يا لا لهوي. لا بجد انا كنت فاكر بتاعت بلاتي توريه احسن. لا، لا لا لا. بتاعت الزناري وشحاتة. ما تتصدش. شحاته وشحاته رهيبه، شحاتة. بس لا الزناري الزمالك احلى. وبعدين عشان جاي على الارض اه. شويه واطيه شويه صعبه قوي قوي. فلا الزناري كانت احلى اصلا بصراحه. شحاته يا جماعه شريف اكرامي كان بيعمل له كده بيشاور له على اه شحاته انا زعله بنفس الزاويه اعمل له كده وراح معاه وراح معايا بس حطها له فوق. فانا شايف عن نفسي ما ينفعش تطلع تقول لي علي جبر ومصطفى فتحي مفوتين لي الماتش، ان مصطفى فتحي عامه مضيع كوره يعني مستحيله اصلا. كوره كانت صعبه جدا عمل منها خطوره وشاطها دول ان صبحي كان فايق. صبحي على فكره كويس جدا الفتره انا الاخيره. كنت لسه اسالك صبحي تبديل تعوض بالصبح ايه لازمته؟ ولا ليها ثلاثه لازمه يا ريت اصدق كوره هو مش ولا كوره. ولا كوره والله. هو كانوا في يا الاستاد باشا وكان بص على واقفه حاجة. وبتاع فربنا انا كرم. زي ما بقول لك انا عن نفسي قاعد في الاستاد اللي ضيع تاني ركله جزاء. احنا دخل عندنا اول ما دخلوا الاول كريم حافظ. احنا دخلنا الاول ب حسام عبد المجيد. مصطفى فتحي دخل ضيع. راح دخل عندنا شحاته. انا اتفرجت عليها 3 مرات. وانا قناه الزمالك كل يوم تقريبا كل شويه افتح ابويا يعني في يا القناه ريت كده والله. قناه زي مشغل الماتش ما شافوش. أيوة. وكل شويه يشوف كل يوم يشوف. بقول لك شحاته. بعدين هم مش عارف دخل عندهم مين. بعدين انا بنتايج. بعد كده هم دخل عندهم مين. بعد كده انا الونش. الخمسه بقى أنا خلاص هكسب. احنا بنقول يا شلبي يا لهوي بنعمل كده. راح شيكا وحسام عبد المجيد بالاسم شيكا حسام عبد المجيد مصطفى محمد على الدكه. ايمن عبد العزيز مصطفى محمد وايمن عبد العزيز واحمد فتوح بصوا لنا. وقعد شيكا قعد يتعصب علينا وقعد يعمل لنا ايه اهدي علي صوتك. قعدنا نقول شلبي 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 شفتها في حياتي عامه. فكرنا اوريك فيديو على واحد بصور البيلين بتاع شلبي انا قال لك يا رب يضيعها ولا انه يكسبنا يعني. الراجل اللي هو شلبي قال لك ده لعيب. ايوه المهم يا اسطى فشلبي راح مضيع. طيب ماشي لسه برضه عندي امل. راح داخل عندهم احمد سامي شاطها شوطه عالميه يا جماعه. ما فيش واحد بيشوط ضربه جزاء كده. كان زيزو زمان بيعمل كده شاطها فوق بغل جميله جدا. الولد توفيق قلنا كان وحش كانت في العارضه. الفرصه الكوره بتديك مره ثانيه ماشي. دخل ناصر منسي ان انت يعني انا عن نفسي عمري ما توقعت ان ناصر هيضيعها. انا داخل ناصر حاله كويسه جدا جايب جول كسبني السوبر هداف الدوري فرق بقى. عيب عليه في حاجه هو دايما بيشوط في النص وما بيشوطهاش حلوه يعني. لما تيجي تشوف صلاح مش قويه بيرزعها في سقف الجول. انا زي ما بقول لك بس عايز اقول لك على حاجه. اكرامي اصلا ما وقفش. اكرامي اترمى وجت في ما انا رجله. بقول لك هي للاسف هي اتطرفت منه شمال شويه. هي ما كانتش في النص يعني انت تشوف الفيديو تاني هتلاقيها شمال مش في النص. ما كانش لو شاط في هو النص هو شايفها وحش. هو كان خايف. هو لو كان دي شاطها أوحش. بغل لو كان شايطها بغل في النص كان جول. لان اكرامي كده كده بالنسبه لي اكرامي ما بقاش بالنسبه لي دي اوحش من بتاعت مصطفى. هو كان خايف ليه؟ ايه كان خايف ليه؟ الضغط. انت جبت اصلا ضربه جزاء في السوبر الافريقي قدام الاهلي وجمهوره انا معاك بس هي فكره مش ده هو متعود يشوط في النص بس المره دي ما كانش موفق. فناصر راح داخل مضيع. فطبعا ضربات الجزاء احنا دايما عارفين لو اديتك مره مش هتديك الثانيه مش هتديك الثالثه فاهم. اول ما ضيع انا كانت في السيناريو في بالي ايه بقى لو تفتكروا كوفي السوبر المصري كوفي ايه ده علق امك على طول كده مرتضى منصور. بقيت ادور على مرتضى في الاستاد. جات لنا مره ماشي جات لنا الثانيه بس لا لا احنا اللي ضيعنا. كوفي كانت اصلا رايحه لك من اول خالص فكانت قلبت هي عليك. كانت لا كانت 100% الزمالك بيكسب. مره كوفي مره عمر جابر. أيوة. عمر جابر في العارضه كوفي في السماء. انا طلعت قبل كده بس ضاعت مني بتاعت باتشوكا. انا الماتش ده شفته. لا انا كنت خلاص كنا هنمشي يعني كنت هروح. ايوه فجاه لقيت علي جبر بيشوف لا نقعد بقى شويه يمكن يعني. بقول لك علي جبر انا لقيت علي جبر داخل كنت مع ابويا انا. كنت واثق مليون في المية انه هيضيع. لا بتتكلم على اي ماتش؟ بتاع كوفي. بتاع كوفي يا جماعه كوفي. انا بقول لك علي جبر لقيته داخل قلت بس علي جبر هيضيع. والله العظيم كده حاجه في قلبي. كان واقف جنبي واحد في الاستاد قلت له والله علي جبر هيضيع. الحل يا رب. هوب مش في السما لقيته بيحضني وبتاع فرحنا جدا. مين اللي داخل بقى؟ شيكا. اصعب لحظه في تاريخ شيكابالا متهيألي وفي تاريخ مراته وعياله. مراته مصور لها فيديو قاعده عامله كده. يقول لها اهدي حتى لو ضاعت لسه
لسه في، مش هنخسر، اهدي، عمليه هدوها. شيكا طبعا اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه انا كنت في الملعب واقف عمال يعمل كده في رجليه، كده وكده، كده وكده، من كتر التوتر والضغط اللي عليه. اصل انت، طب انت هتشوف امتى؟ العشرة يا عواق هو كان هيخش. انت كتبت الجمله عجبتني قوي يعني. الراجل اللي هو قال له شلبي قال لك ده لعيب. ايوه. المهم يا اسطى شلبي راح مضيع. طيب ماشي، لسه برضه عندي امل. راح داخل عندهم احمد سامي شاطها شوطه عالميه يا جماعه، ما فيش واحد بيشوط ضربه جزاء كده، كان زيزو زمان بيعمل كده، شاطها فوق بغل جميله جدا. الولد توفيق قلنا كان وحش، كانت في العارضه. الفرصه الكوره بتديك مره ثانيه، ماشي. دخل ناصر منسي ان انت يعني انا عن نفسي عمري ما توقعت ان ناصر هيضيعها. داخل ناصر في حاله كويسه جدا، جايب جول، كسبني السوبر، هداف الدوري فرق بقى. عيب عليه في حاجه، هو دايما بيشوط في النص وما بيشوطهاش حلوه يعني. لما تيجي تشوف صلاح مش قويه، بيرزعها في سقف الجون. انا زي ما بقول، بس عايز اقول لك على حاجه. اكرامي اصلا ما وقفش، اكرامي اترمى وجت في رجله. ما انا بقول لك هي للاسف هي اتطرفت منه شمال شويه، هي ما كانتش في النص يعني انت تشوف الفيديو تاني تلاقيها شمال مش في النص. ما كانش شاط، هو شايفها هو كان خايف، هو لو كان شاطها بخل، لو كان شاطها بخل في النص كان جول، لان اكرامي كده كده بالنسبه لي اكرامي ما بقاش في النص. غالبا دي اوحش من بتاعت مصطفى. هو كان خايف ليه؟ ايه؟ كان خايف ليه؟ الضغط. انت جبت اصلا ضربه جزاء في السوبر الافريقي قدام الاهلي وجمهوره، انا معاك، بس هي فكره مش فكره، هو متعود يشوط في النص، بس المره دي ما كانش موفق. فناصر راح داخل مضيع. فطبعا ضربات الجزاء احنا تقريبا عارفين، لو اديتك مره مش هتديك الثانيه، مش هتديك الثالثه، فاهم؟ اول ما ضيع انا جت في السيناريو في بالي ايه بقى لو تفتكروا؟ كوفي السوبر المصري. كوفي بعيد علقه امك على طول كده. مرتضى منصور بقيت ادور على مرتضى في الاستاد. جات لنا مره ماشي، جات لنا الثانيه، بس لا احنا اللي ضيعنا. كوفي كانت اصلا رايحه لك من الاول خالص، ما كانت هي كانت كانت 100% الزمالك بيكسب. مره كوفي، مره عمر جابر. عمر جابر في العارضه، كوفي في السما. انا لعبت قبل كده بس ضاعت مني بتاعت بنشوكه. انا الماتش ده شفته، لا انا كنت خلاص كنا هنمشي، كنت هروح. ايوه فجاه لقيت علي جبر بيشوف، لا نقعد بقى شويه يمكن، فاهم؟ بقول لك علي جبر، انا لقيت علي جبر داخل كنت مع ابويا، انا كنت واثق مليون في المية انه هيضيع. لا بتتكلم على اي ماتش؟ بتاع كوفي. كوفي يا جماعه، كوفي. انا بقول لك علي جبر لقيته داخل، قلت بس علي جبر هيضيع، والله العظيم كده حاجه في قلبي. كان واقف جنبي واحد في الاستاد، قلت له والله علي جبر هيضيع. الحل يا رب. هوب مش في السما لقيته بيحضني وبتاع، فرحنا جدا. مين اللي داخل بقى؟ شيكا. اصعب لحظه في تاريخ شيكابالا متهيألي، وفي تاريخ مراته وعياله. مراته مصور لها فيديو قاعده عامله كده، يقول لها اهدي حتى لو ضاعت لسه في، مش هنخسر، اهدي، عمليه هدوها. شيكا طبعا اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه انا كنت في الملعب واقف عمال يعمل كده في رجليه، كده وكده، كده وكده، من كتر التوتر والضغط اللي عليه. اصل انت، طب انت هتشوف امتى؟ العشرة يا عواق هو كان هيخش. انت كتبت الجمله عجبتني قوي يعني، كتبت ليه لفت وجات لك عشان تخلص. لفت وجات لك مليون في المية يا باشا. شيكا محتاجه الحاجات دي بقى عشان لما يجي يخلص عنده لحظات سعيده، فاهم؟ عواد اصلا رفع ايده لايمن الرمادي، راح ايمن الرمادي قال له لا شيكا. فطبعا اللعبه كلها قعدت تخبط على دماغه وعلى ظهره وبتاع، يلا انت اللي هتحسب، انت اللي هتجيبها. الفكره ان انا بقى تخيلت سيناريو في قلبي، رغم ان انا كنت عارف ان شيكا هيجيبها، تخيلت سيناريو تاني خالص بقى. قلت ايه اللي هيحصل؟ شيكا هيخش هيضيع، تمام كده، انها تعادل. عواد هيخش يصد تتصد، شريف اكرام هيجيبها، هم هيكسبوا بسبب تغيير عواد وصبحي. يعني صبحي اتظلم. انا صبحي كان بيعرف يشوط باليمين، وصبحي غير كده كمان. صبحي بيقول لك بيحلف، بيقول لك انا ما زعلتش والله العظيم التبديل، قال لك انا زعلت ان انا قبلها بيوم صادت 8 ضربات جزاء. 8 ضربات جزاء، فمن الطبيعي ان انا هزعل. انا كحارس في التدريبات الاخيره قبل الماتش صادت 8 ضربات جزاء، فلازم ازعل طبعا. فبالنسبه لي احسن لحظات حياتي كانت في الاستاد بصراحه. الماتش ده بعد ماتش نهائي الكونفدراليه، انا نهائي الكونفدراليه فرحت اكتر بصراحه. يعني ساعه نادي البركان فرحت اكتر بكتير جدا كمان. لان انا في 2019 ما حضرتش بصراحه في ماتش نادي البركان في برج العرب، ما حضرتش ساعتها. قرايبي وفلان راحوا، كان انا ما رحتش. فانا دي كانت اول بطوله يعتبر كان رايح احضرها في الاستاد متهيألي، فكنت مبسوط جدا بصراحه. فنختم حلقتنا. ألف 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 مبروك على الدوري.
الف مبروك على الدوري. ده اسباني بقى. اسمك انت من الاهلي والهبل ده. الف مبروك على الدوري انت الاهلي، عشان انت السيتي كده كده ما خدتش حاجه، بس خدت فيها. لا خدتها صح. خدت ايه يا صاحبي؟ انت كريستيان بقى اديتك. ده كانت مفاجأة. هو سبحان الله السيزون ده كله تراضى يعني، كل ما كانش بياخد حاجة خد بقى في السيزون. النهارده كانت بودكاست كده على السريع، والله اتمنى اكون عجبناكم. تمام. ما تنسوش ان انا قلت لكم عليه الهديه. توقع ماتش اسبانيا والبرتغال، توقع النتيجه واعمل الشروط اللي انا هقوله لك في الكومنتات. غالبا هيبقى كومنت بالنتيجه وسبسكرايب وشير وتوقع النتيجه، وباذن الله ليك عندي هديه. مش هقول لك الهديه غير بعد ما تتوقع صح. تمام. اشوفكم على خير. كانت حلقه لذيذه.